يا مساء الورد، يا مساء الأجواء الصيفية اللي بوصفاتها المنعشة اللي تسرسح واللي تبرد على القلب. اليوم بسوي معاكم ترافل المانجا. تعددت وصفاتها، نشوف إحدى الوصفات اللي أنا أحبها ولذيذة. أول شيء نبدأ بالكريمة، ظرفين من الدريم ويب وظرف من كريم كراميل، علبة قشطة و6 حبات كيري وأخلطهم. أي نوع كيك جاهز أنتوا تفضلوه، حطوا فانيليا، شوكولات اللي تحبوه. أنا مسوية الفانيليا. رصيتها في الصينية وسقيتها بعصير المانجو، وبعد كده قطع من المانجو، نص الكريمة اللي خفقناها ونحطها على المكونات، لأني راح أسويها على طبقتين طبعا على حسب الصينية. ونعيد الكرة مرة ثانية، الكيك والعصير والمانجو، وآخر شيء تكون طبقة الكريمة على الثلاجة تبرد وتتماسك. الطبقة الأخيرة في كاسرولة كاستين من عصير المانجو وملعقتين نشا، ونخلطهم وعلى النار لغاية ما أحصل على هذا القوام. أنزل الترفل من الثلاجة وأغطيها بالعصير المانجو اللي سويناه وأرجعها مرة ثانية في الثلاجة تبرد وتكون منعشة معنا. ترفل المانجو بعد ما بردت معنا تماما وصارت منعشة ولذيذة، زينتها بقطع من الفواكه. فيكم تزينوه بشيء اللي انتم تفضلوه. هني وعافية.